في أطفال وجودهم مريح، ما بيطلبوش كتير، ما بيزعقوش، ما بيتعبوش حد. بس عمرك سألتي نفسك الطفل المريح ده مريح لمين؟ مش بقول إن في مشكلة، بس بقول إن في سؤال. إحنا كأمهات بنفرح قوي لما حد يقول ابنك مؤدب، هادي، مريح، بنحس إننا نجحنا. بس خليني أسألك سؤال صريح. هو الطفل ده مرتاح فعلا؟ ولا متعود ما يطلبش؟ إمتى آخر مرة ابنك طلب حاجة كبيرة وكمل في الطلب من غير ما يتراجع؟ خليني أحكي لك قصة قصيرة. أم كانت دايما بتقول: ابني نعمة، عمره ما تعبني، لا بيزن ولا بيغضب ولا بيعترض. لحد ما في يوم وهي بتكلمه عن حاجة مضايقاها، قال لها جملة واحدة: مش مشكلة، أنا متعود. الجملة دي وجعتها، مش لأنها غلط، لكن لأنها صحيحة قوي. في أطفال اتعلموا بدري إن الصوت العالي بيتعب، الطلب بيحرج، الاحتياج تقيل، فبقوا مريحين. مش لأنهم مش محتاجين، لكن لأنهم اتعودوا يشيلوا لوحدهم. أحياناً الطفل المريح هو أكتر طفل محتاج مساحة. خلي بالك معايا في الأسئلة دي. هل ابنك بيعبر لما يتضايق؟ ولا بيقفل ويسكت؟ هل بيطلب؟ ولا يستنى لما تاخدي بالك؟ الهدوء لوحده مش مقياس أمان. المشكلة لما الهدوء يبقى خوف من الإزعاج، أو عادة إرضاء، أو إحساس إن المساحة مش ليه. الطفل الآمن مش لازم يكون صوته عالي، بس لازم يحس إن صوته مرحب بيه. لو سمعتي الكلام ده وحسيتي بشوية قلق، ده مش اتهام، ده دعوة نراجع بهدوء. مفيش أم بتعمل ده بقصد، كلنا بنعمل أحسن حاجة نعرفها في اللحظة. مش كل طفل مريح محتاج قلق، بس كل طفل محتاج مساحة إذن وترحيب بصوته، حتى لو صوته مش مريح. سؤال للنقاش: إيه أكتر حاجة بتحسي إن ابنك ما بيطلبهاش رغم إنه محتاجها؟